السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير. بطريقه الحامض اجي نقادو معاكم. كتاخذ الحامض كتغسليه وكتمسحيه تنشفيه مزيان. كتاخذي هاد القرعات ديال الزاج تغسليهم بالماء طايب، يكونوا هما اصلا نقايه وتغسليهم بالماء طايب. كناخذ الملحه تنقرط الحامض بحال هكا. هذه طريقه اخرى على ديك الطريقه الاول. تنقطعو كامل هكا، كنكب عليه بزاف ديال الملحه. هاد التبصيل ومازال غنزيد الملحه قد ما درتي قد ما مزيان، حيت هذا ما كيترقدش بالماء، تيترقد غير بالملحه. تترقدوا هكا تتخلطوا بالملحه صافي. تتستفوا في القرعي، ما تخليش البلايص خاويين صافي. كتكب عليه غير الزيت. هذا الزيت ديالو كيبقى استعمالي لكاع الحوايج اللي تخدمي بهم. كتخدمي بهذا الزيت ديال الحامض، وخا يبقاو حتى 4 شهور و5 شهور وكثر وكثر كاع ما عمره ما غيخسر، حيت لان غير الزيت. وملي واحد اليومين 3 تقلبي القرعه على الراس ديالها وتخليها باش تهبط الملحه للجهه التحتانيه، حيت الملحه هي اللي تترقدو مزيان. الزيت غير كيحافظ عليه. والقرعه ملي ترقدوا فيها حطوها في الماء طايب حتى تسد القرعه مزيان. شي كاسرونه وتكب فيها الماء طايب وتحطيه بوسط منها. نتمنىكم تجربوا. الحامض دابا موجود بالصحه والراحه.